كان نفسهم في الأكلة دي بقى لهم كام يوم، فقُلت بقى ما بدّيهاش، تعالوا بقى نعملها سوا ونعمل أحلى صينية، بجد مش هتبطّلي تعمليها. بس كالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير ويالّا نسمّي ونصلّي على رسول الله. أول حاجة كده أنا معايا طبق باحُط فيه هنا بهارات، باحُط فيه إيه، باحُط توم باودر وباحُط كمان معلقة من الكاري ومعلقة من الشطة ومعلقة من الكمون والكزبرة ومعلقة صغيّرة من التوم على شطة حمرا. باحط كمان ليمونة كاملة باعصر المَيّة كده واشيل البذر. باحط كمان معلقة من بس باقلّب كل الكلام ده كويس الأول مع بعضه، وبعد كده باحط معلقة من النشا وبازوّد مَيّة. باحط معلقة من النشا وبازوّد مَيّة وبعد كده باقلّب، مَيّة عادية من الحنفية. كده عملنا أحلى تتبيلة. بس كده بنركنها بقى على جنب وكده جهّزنا التتبيلة بتاعتنا. بنجيب بقى السمك، أي نوع سمك أنتِ حاباه، أنا هنا مستخدمة البلطي، وهنا منضّفة القشرة من عليه ومنضّفة يعني الزعانف والحاجات دي كلّها، ومنضّفاها كويس جدًا وغاسلاه من القلب بتاعه وشايلة كل حاجة فيه، بقى زي الفل كده. ابتديت بقى إن أنا أحط عليه التتبيلة اللي إحنا حضّرناها مع بعض. وهنا بقى لازم نفضّي التتبيلة ويعني نمسك السمكاية كده بس نعمل فيها فتحة الأول كده علشان التتبيلة تدخل فيها في قلب اللحم بتاعها وتتطعّم كده مع التتبيلة دي، تدّيها بس فتحة بالطول كده من ضهر السمكاية، وتدخّلي بقى التتبيلة دي في قلبها كده. بس خلّصنا السمك بتاعنا وزي ما قُلت لِك أي نوع سمك أنتِ حاباه. هابتدي إن أنا أجيب هنا طبق تاني فيه دقيق، وابتدي إن أنا أغلِّف بقى كل سمكاية، وهنا إحنا هنقليه الأول. بنجيب بقى زيت على النار بس بننفّض كويس جدًا الدقيق من عليه، في طاسة بقى ولازم الزيت يكون سخن معاكِ علشان السمكية ما تلزقش في الطاسة بتاعتِك وبعد كده تلزق وما تعرفيش تقلبيها على الناحية التانية. باحمّرها بقى من ناحيتين وهنا أنا بادّيها نُص قلية بس، مش باسويها سِوَى كامل، وباطلّعها على مناديل علشان تصفّي الزيت الزيادة. باجيب هنا طاسة تانية وهنا باحط معلقة كده من الزيت اللي إحنا قلينا فيه السمك، وبانزل هنا بمعلقة كبيرة من الصلصة، وبانزل كمان بعصير طماطم، وهنا أنا باعمل بقى التسبيكة بتاعة الصينية بتاعتنا، باحط توم وباحط نفس البهارات اللي إحنا حطيناها قبل كده، باحط كمون وفلفل وباحط كمان ملح وباحط كمان معلقة سكر علشان حموضة الطماطم. باقلّبها بقى واسيبها لمّا تتسبك كويس جدًا. باجيب هنا خضار، أنا باجيب هنا بطاطس بس مقطعاها شرايح رفيعة عشان تستوي معايا كويس، وباقطّع بقى شرايح بصل وجزر وفلفل أخضر. بابتدي إن أنا أفرشها في صينية كده زي ما أنتم شايفين، ولازم زي ما قُلت لِك البطاطس تبقى رفيعة، والسمك ما شاء الله طالع لونه تحفة وشكله يفتح النِفس كده، وتبتدي بقى إن أنتِ ترصيه زي ما أنتم شايفين كده، واحدة عكس التانية. وبعد هنا طبعًا إحنا سبِّكنا الصلصة بتاعتنا كويس جدًا، هنبتدي بقى إن إحنا نحطها على وش السمك وتستوي معاكِ، هتحطيها بقى في الفرن يكون سخن كويس جدًا، الفرن تكوني مسخّناه من قبلها، هو كل حاجة مستوية ما عدا البطاطس بس وشوية الخضار دُولة، هتغطّيها وتسيبيها لمّا تستوي، هتاخد معاكِ مثلًا ربع ساعة أو حاجة عقبال البطاطس ما تستوي، هي أصلًا إحنا مقطّعينها شرايح رفيّعة خالص. وتاكلي بقى أحلى صينية سمك بالبطاطس بالتخديعة كمان، عايزة أقول لِك تحفة، جرّبيها إن شاء الله هتعجبِك. بعد كده بقى باغطّيها علشان برضه الوش ما ياخدش لون عقبال البطاطس ما تستوي، بتغطّيها بأي حاجة كده ورق ألمونيا أو غطا عادي، غطا حلة، وتحطّيها بقى في الرف الوسطاني لمّا تستوي معاكِ. لو حبيتِ إن أنتِ تكشفي الغطا وتحمّريها شوية من الوش ما فيش مشكلة، ادّيها لون بس خفيف من الوش كده، بس اوعي تتحرق معاكِ عشان الصلصة بتاخد لون بسرعة. ما شاء الله بُصّوا شكلها عامل إزاي، عايزة أقول لكم ريحتها فظيعة، جرّبوها بالطريقة دي إن شاء الله صينية السمك بالتخديعة الحلوة دي هتعجبكم أوي. تعالوا بقى نطلّع واحدة كده ونشوف شكل السمكية ونشوف اللحم بتاعها والبطاطس استوت والّا إيه النظام. بُصّوا بقى الحلاوة، شوية رز بقى أبيض في ريحة أو شوية رز بالشعرية على حسب بقى ما بتحبي، أو رز سمك اللي هو رز الصيادية، إن شاء الله هتعجبكم الوصفة بتاعتنا دي النهارده. بُصّوا بقى اللحم بتاع السمكية دايب يا جماعة، بُصّوا ما شاء الله اللحم أبيض ودايب إزاي، إن شاء الله جرّبوا الوصفة ديّة بجد هتعجبكم، والبطاطس كده ما شاء الله عليها دايبة. باتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واعملوا متابعة للصفحة واشوفكم على خير، مع السلامة.